بدنا المعتقلين من وسيم الأسد ونحن نازلين. بالبداية كل من شارك في آلة القتل والتعذيب حتى لو كانت شغلة بسيطة بنظركم فهو مجرم، وهو جلاد، وهو سارق لمئات من أرواح الأبرياء. والله العظيم إذا في عظمة للعار فهذا العار ما له حدا غيركم. هدول مو معتقلين بالمعنى اللي بنعرفه، هدول نفسهم اللي كانت صفرة صاروخهم عم تشهق بسمانة، اللي لهلا معلقة ببالنا، اللي قذائفهم كل ما كنا نتحرك عم توقع فوق بيوتنا، اللي كانوا جزء من آلة القتل والموت. أكثر شيء بوجع إنه في ناس عم تنسى، عم ينسوا ريحة البارود بعد كل قصف، عم ينسوا صوت صفير الصاروخ، عم ينسوا مين كان واقف مع القاتل ومين كان عم يضغط على الزناد على شعب كامل. هدول عم تطالبوا فيهم، هدول مجرمين والمعتقلين. لا تلبسوهم بدلة المظلومين، ولا تحاولوا تغصوا تاريخ أسود كله دم. والمؤلم أكثر إنه أصواتكم صارت تطلع اليوم بلا أي خجل، كأنه مو لحد الآن في ناس ما زالت عم تنتظر 250 ألف مفقود. لازم أقل شيء أنت بس تستحي. كيف عم تطلع وتحكي عن حق وعدالة يا زلمة؟ عن شو عم تحكي أنت أساساً؟ عن مين عم تدافع أساساً؟ نحن هون مو لنجاملكم ولا لنتجاهل سرديتكم، نحن هون عم نحكي وجع. ولا تبيضوا صفحة اللي غمس ايديه بدمنا. هذا الصوت ما عاد ينكتم.